شنو الفرق ما بين الاس اس دي والام دوت 2 والان في ام اي؟ واش كاين غير واحد الاس اس دي ولا فيه موديلات اخرين؟ بلاش كنتي تسول راسك هاد الاسئله او كنتي تعرف غير واحد النوع ديال الاس اس دي، ولكن في هذا الفيديو غادي نحاول نعطيك جميع المعلومات اللي يقدروا يفيدوك وتقدر تحتاجهم فاش تبغي تشري شي بيسي. قبل ما نبداو، الا كيعجبك هذا المحتوى ما تنساش تخلينا واحد لايك واشترك في القناه. شكرا بزاف. سوليد ستيت درايف او الاس اس دي هو واحد الجهاز اللي سريع بزاف على الاتش دي دي اللي هو هارد ديسك درايف. هاد الاس اس دي كيتميز بالسرعه ديالو وبطول الاستخدام ديالو، اي انك تقدر تستعملو لمده طويله وما غاديش يخسر لك عكس الاتش دي دي. الاس اس دي كيقدر يستعمل الان في ام اي او الساتا كوسيله باش يتصل بالباقي ديال البيسي. اللي ما كيعرفوش الان في ام اي فهو اختصار لكلمه نون فوليتايل ميموري اكسبريس، واللي هو واحد البروتوكول سريع بزاف ومختلف تماما على الساتا، وهذه الكلمه كتعني Serial Advanced Technology Attachment. شنو هو الام دوت 2 سلوت؟ الام دوت 2 سلوت هو واحد البلاصه كتكون في المذر بورد او اللوحه الام، وهي فاش كتخدم دوك الساتا اس اس دي ام دوت 2 والان في ام اي اس اس دي ام دوت 2. داكشي علاش كتلقى بعض الاشهارات ديال بيع الحواسيب كيكتبوا لك غير فيه 256 جيجا اس اس دي ام دوت 2، ولكن ما كيذكروش لك واش ساتا اس اس دي ام دوت 2 ولا ان في ام اي ام دوت 2 اس اس دي، واللي كتختلف السرعه ديالهم. طبعا الان في ام اي راه سريع بزاف على الاس اس دي الساتا العادي، وكمعلومه الاخوان راه صعيب بزاف الا ما قلت لك مستحيل تلقى شي بيسي هنايا في المغرب كيتباع بالان في ام اي ديال 7500 ميجا في السرعه، لانه تقريبا راه واحد الديسك دور اللي غالي بزاف. يعني اغلب الان في ام اي اس اس دي راه السرعه ديالهم في حدود 3000 ميجا، وهذا الشيء اللي كيجي معاهم من المصنع في غالب الاوقات. وطبعا راه هذا الاس اس دي ان في ام اي ديال 3000 ميجا احسن بزاف من ساتا اس اس دي العادي. الفرق ديال السرعه بين الاتش دي دي والساتا اس اس دي والان في ام اي اس اس دي، الفرق طبعا واضح بزاف بين هاد ثلاثه الاشكال، بحيث الاتش دي دي كيوصل حتى ل 160 ميجا، وهذا اخيب ديسك دور تقدر تلقاه لا من ناحيه السرعه ولا من ناحيه مده العمل ديالو، وحتى الصداع اللي كيكون فيه بحكم انه ميكانيكي، ولكن راه رخيص بزاف مقارنه بالاس اس دي. داكشي علاش كتلقاه بزاف في السوق وكتلقاه في اغلب الحواسيب. اما الساتا اس اس دي فكتوصل السرعه ديالو ل 500 ميجا وتقدر توصل اكثر. الان في ام اي الاس اس دي هذا من احسن الاس اس ديز اللي كاينين، بحيث كتقدر توصل السرعه ديالو ل 7500 ميجا في الثانيه في الجيل الجديد اللي هو البي سي اي اكسبريس 4. هاد الارقام الاخوان راه تقريبيه وكتقدر تختلف السرعه من ديسك لديسك وحتى الموديلات ديالهم والشركه المصنعه. اذا كما قلنا كاين ساتا اس اس دي وكاين ساتا اس اس دي ام دوت 2 وكاين الان في ام اي ام دوت 2 اس اس دي، وكاين حتى بعض الاس اس ديز اللي كيستعملوا منافذ اخرى بحال هذا اللي في الصوره، وفي الغالب هذا كيستعملوه الناس اللي تخدم بزاف في البيسي خدمه ثقيله وغاليين بزاف بحالهم بحال الان في ام اي اللي ذكرنا من قبل، اللي كتوصل السرعه ديالهم من 3000 ميجا في البي سي اي اكسبريس 3 حتى ل 7500 ميجا في البي سي اي اكسبريس 4. الا بغيتي تشري شي بيسي جديد اللي فيهم جيل متقدم بحال من 2020 لدابا اللي كيفوتوا 5000 درهم تقريبا، فراه اغلبهم كيجيو بالان في ام اي ديال 256 او لا 512 واللي كتجاوز السرعه ديالهم 3000 ميجا. الحواسيب اللي كيتباعوا هنا مستعملين او لا روسيكلي واللي فيهم الاس اس دي فراه الام دوت 2 اللي فيهم ماشي هو الان في ام اي، حيت هذا كيكون غير الساتا ام دوت 2 اس اس دي واللي السرعه ديالو طبعا كما قلنا 500 ميجا. يعني واخا تسمع الام دوت 2 سلوت خاصك تعرف واش ساتا اس اس دي ام دوت 2 ولا ان في ام اي اس اس دي ام دوت 2، وباش تعرف هادشي خاصك تشوف السرعه ديالهم عن طريق برنامج كريستال ديسك، او فقط سير للتاسك مانجر وسير للبيرفورمانس. هنا غادي يبان لك الديسك دور ديالك، غادي تشوف الاسم ديالو، غادي تهز داك الاسم وغادي تكتبه في جوجل وغادي دير حداه بنش ولا بنش مارك، وغادي تشوف البيرفورمانس ديال داك الديسك دور والسرعه ديالو وجميع المعلومات عليه. وكملاحظه الاخوان ردوا منها البال، الا لقيتوا شي بيسي ب 128 اس اس دي فتاكدوا ان فيه جوج بلايص ديال الديسك دور، بحيث ديك 128 جيجا راه ما غاديش تكفيك نهائيا، وغادي تعمر لك دغيا وانت ما عندكش البلاصه فين دير ديسك دور اخر، وهذا الشيء كيرتكز حتى على البيسيات ديال 256 جيجا. وغالبا كيكون هذا المشكل في البيسيات اللي 14 بوص لتحت واللي هما سليم اي رقاق. وكنصيحه الاخوان اللي ديما كنقول لكم ركز قبل ما تحط فلوسك في شي حاجه، راه اللي في رزقك غادي تشوفه، ولكن خاص تكون عندك واحد الفكره ديال انك تحمس تعرف اي حاجه على الاجهزه الالكترونيه، وخصوصا ان حنا دابا كل شيء الكتروني في هذا الوقت. كخلاصه لهذا الفيديو غادي نرتب لكم داكشي اللي قلنا كامل. الديسك الاتش دي دي واللي الاغلبيه عنده ثقيل بزاف،
SATA SSD اللي كيشريو الناس بزاف في هاد الاونه وكيستعملوه حيت سريع احسن من الاتش دي دي. SATA SSD M.2 واللي هو هذا وتقريبا عنده نفس الشكل ديال NVMe ما عدا انه عنده سنينات مختلفين على NVMe، والسرعه ديالو تقريبا حتى هو 500 ميجا حيت بحالو بحال SATA SSD غير المنافذ فاش كيخدموا مختلفين. NVMe SSD M.2 هو اسرع واحد في هذه الفئه، وفيهم اللي كيخدموا في PCI Express 3 واللي كيجيو ب 3000 ميجا في الثانيه، وفيهم الجيل الجديد اللي PCI Express 4 وكيجيو كيوصلوا حتى ل 7500 ميجا في الثانيه، ولكن هادو غاليين وكيستعملوهم غير المحترفين، وذكرنا حتى هادو اللي حتى هما في الغالب كياخذوهم غير البروفيشنالز. حاولت نجيب لكم في هذا الفيديو غير الحوايج اللي تقريبا غتشوفوها في السوق، اما راه كاينين موديلات اخرين ولكن السرعه ديالهم كتبقى هي، وفيهم حتى الاكسترنال اس اس دي فحالهم فحال الاكسترنال اتش دي دي. احسن الشركات اللي كيصاوبوا الاس اس ديز دابا هما سامسونج وكروشال وويسترن ديجيتال وكورسير، وفيهم بزاف ديال الشركات اللي كيقدروا يصنعوا ديسك دورات اللي كيقدموا مستوى افضل. غير فاش تبغي تشري بيسي خاصك ضروري تاكد منه وتشوف السرعه ديال داك الديسك دور، لان فيهم الفيك يعني فيهم اللي مزورين وكيتباعوا في علي اكسبريس. بحال دابا كتلقى واحد ديسك دور 128 اس اس دي في علي اكسبريس ب 100 درهم ولا 80 درهم، ولكن كيعطيك غير نصف السرعه ديال اللي غادي يعطيك الاس اس دي الاصلي. يعني اللي غادي يعطيك 500 ميجا السرعه ديال هذاك غادي تكون 250 ميجا، واللي هي زايده تقريبا شويه على الاتش دي دي. وصلنا لنهايه ديال هذا الفيديو، كنتمنى انكم فهمتوا الفرق بين هاد الاشكال ديال الاس اس ديز والمقارنه ديالهم بالاتش دي دي اللي في الغالب كاين عند الناس بزاف. ما تنساش تبارطاجي الفيديو باش نزيدوا بهذا المحتوى الزوين للقدام، وكل شيء يستافد ان شاء الله. البارطاج راه فابور. نشوفكم في الفيديو الجاي. تهلاو.